يا سبحان الله، حتى البارح يعني الزلزال اللي ضرب في الجزائر، الهزه الارضيه كانت 4 على سلم ريشتر، يعني ما قاسوها ب يعني العهده الرابعه، والله يعني نقول اكثر من ضربه ربانيه، ربما بالعبث بالدوله الجزائريه. الشهداء كانوا يتخبطوا في قبورهم، لهذا تزعزعت الجزائر، لانه هذه مسخره ومهزله بالجزائر، والشعب الجزائري وتاريخ الجزائر ما يستاهلش هذه المهزله وهذه المسخره. رئيس الجمهورية هذا يمشي بعقلية النرجسية، أنا وبعدي الطوفان، أنا وبعدي البركان، معناها أنا ولا ندفن البلاد وما على باليش بكم ودزوا معاهم. نقول أنه كان هذا النظام السياسي القائم حقيقة نظام سياسي قوي ومتين، كان ينتج مرشحين، ينتج فرسان، يعني قال هاهم الفرسان تاعنا المرشحين ما يختبوش وراء رجل مريض. هذا يدل ان النظام طيب فارسهم موجود، علاش يروحوا يحوسوا على فرسان اخرين؟ موجود فوق كرسي متحرك، وما يمشيش تراه على كرسي ولا يتقدم. زيد نعطي لك حتى حاجه، في قانون الانتخابات ليس مطلوبا ان يتكلم. لماذا راهم يحوسوا عليه؟ لانه هاد المطبلين راهم مدمنين على مخدر اسمه مخدر الفساد، ويعلمون إذا يذهب رئيس الجمهورية ويأتي رئيس آخر يقوم بإرساء دولة الحق والقانون ويقوم بإرساء دولة المؤسسات، سيفتح الملفات، ويكون مصيرهم إعادة تأهيل أجسامهم ليس في المستشفى وليس في قصر المرادية، بل سيكون في سجن الحراشة والبرواقية. كلام خطير. لا فقط شكون اللي جاب لهنا للبلاد؟ يعني نظام بوتفليقة هو الذي صادق سياسيا على المصالحة، على المصالحة الوطنية. لا كيفاش جايسيني جاي مضي برك يا اخي معليش، خطابة شربة دار حشيش مقطفة، خطابة شربة دار حشيش مقطفة. نولي للفترة اسمح لي تفضل، اسمح لي دوك نقول لك شكون طيبها. شوف كاين الحل الامني. الحل الامني في البداية كانت هناك مواجهات بين القوات الامن والقوات المسلحة من طرف الآخر، ماشي هو كان هو في الفخفخه في الخليج في هذيك الفتره، يعني هو ماشي داخل في هذيك الفتره. حينما كان يعني مجموعه من العقلاء من الجهتين مشاو للجبال في جيجل، يا اخي كانوا شفنا الصور في الشروق، يا اخي عملتوا اشرطه، ما شفناش بوتفليقه، شفنا عقلاء. نتحدث عن الرعايه السياسيه للاتفاق. اسمح لي خليني نكمل فكرة باش يفهم الشعب الجزائري. ما نفصلوش لانه مش موضوعي. لا شوف، من طرف شفنا عاقل من هذه الجهه، ومن طرف اخر شفنا عاقل من الجهه الاخرى. احنا ما شفناش غير كان هو يفيلمي، كان رافد الكاميرا، هذيك حاجه واحده اخرى. دوله صرفت 680 مليار دولار غير قادره على تامين كيس الحليب للشعب للمواطن تاعها، معناه انه فلوس الجزائر صرفت في الهواء والريح. هذه هي الانجازات تاع رئيس الجمهوريه وتاع النظام البوتفليقي وتاع 15 سنه من حكم فاشل وفاسد. طيب. للنظام البوتفليقي. في سؤال زيد على ذلك، احنا ما نمشيوش بمنطق الغابه كما هادو راهم يديروا في السلطه. يجب ان يقدم الملف الطبي. دوك لا وين راح يجيبوا من فالدوغراس، هذيك حاجه واحده اخرى. دوك بالك يديروا له فالدوغراس لانه باع البلاد، هذيك حاجه واحده اخرى. باع البلاد؟ ايه لانه باع البلاد يديروا له في فالدوغراس. هذه هي. انتم في الجزائر راكم تشوفوا في الشوك وما تشوفوش في الندى. معليش نمشيو على الشوك، بصح نحروا البلاد من هؤلاء المفسدين. والله ما نوصلوها. شفت والله ما نوصلوها. لانه علاش؟ لانه انتم راكم محتكرين البلاد. سمح انا وبعد الطوفان والله ما نوصلوها. واش معناتها؟ تما انت عندك المفاتيح السلطه ما توصلش. خلاص هاو الشعب ما لا شوف، هادو هما قال لك والله ما توصلوها، ما انتم الشعب والله ما توصلوها. انا نقول لكم دزوا معاهم. هذه هي. راهم يقولوا لكم دزوا معاهم. هذه هي. احنا فتنا في الخراب. رانا ماشيين ليه الخراب، انا ماشيين بفضل افكاركم وبفضل مخططكم، رانا ماشيين الخراب. انا نفهمك الكلام تاعك. سيتي انسيتاسيون. راكم ماشيين الخراب. نفهمك الكلام تاعك. سيتي انسيتاسيون. رانا قدام الشعب. سيتي انسيتاسيون. ما تخلعنيش على بالك. انا الشيء اللي راني نقول فيه على بالي الدولة بخير والجزائر بخير. النظام ومؤسسات المطبلين بخير ما دام كان الفساد يروح لكم الفساد تولوا بغير خير. النظام قائم والمؤسسات قائمة بالتزوير والتخريب والفساد. يدخلوا طيب ما ندخلوش حنا للفساد. لا ايدينا بيضاء يا اخي، ما ندخلوش نفسدوا معاكم. لا احنا الجزائر خط احمر، انتم بوتفليقه خط احمر، احنا الجزائر خط احمر، ما نفسدوش الجزائر. الجزائريين بوتفليقه ستان الجزائريين يمتاز عليا وعليك. ما يمتازش عليا.
ما راهو سوبر الجيريا، ما تقولش يمتاز، ما يمتاز لا، ما يمتازش عليا. تحب يمتاز عليك يمتاز عليك، اسمح لي، تحب يمتاز عليك يمتاز عليك، ما تطبقش عليه ثقافه الابويه. لا، رانا كلنا سواسيه، ما تقوليش يمتاز عليك. لا نتايا تقدس هذا الشخص وتجيبوا اله وتتعبد فيه، احنا ما نعبدوش. ما تقوليش يمتاز عليك، يمتاز عليك ما يمتازش عليا. هذه هي. اسمع، يمتاز بحنكته السياسيه. لا يمتاز عليك، ما يمتازش عليا، ما يمتازش عليا بسمعته الدوليه. نتحداه، يمتاز. نتحداه يجي حوار، نتحداه يا اخي مرشح، يا اخي عنده انه مجاهد من الرعيل الاول للثوره، عنده حنكه سياسيه، عنده حنكه سياسيه، عنده حنكه. انا نتحداه يجي في حوار، يتقابل هنا في الشروق في هذا المنبر، يتقابل مع السيد سفيان جلالي كمرشح مرشح. قول له يجي نديروا حوار. سبحان الله. ما يقدرش يجي لانه سوبر الجيريا. لا 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 لا، ما راناش سواسيه. سبحان الله. ما انتم الفوق وحنا جيلاني خلق البارح. وي الواحد من الرعيل الاول. خلاص ما لا يحكم البلاد ويديو البلاد ويديو البلاد.